هلو جايز، كيفكم؟ موضوع اليوم او شخصية اليوم غريبة كتير. يمكن تجيب ترند لهذا الفيديو، فمشاهدة ممتعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم اخوان؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. اكيد ما كنت راح ابطل لكم هاي المقدمة. طبعا مثل ما بتعرفوا كان في عنا شخصية في كتير ناس بتحبه او بتحبها صارت، تمام، وبيعمل شغلات غريبة. هاي الشخصية او هي هيك يعني، تمام. بس حاليا طلع شخصية كمان غريبة جدا، فحعرفكم عليها. شخصية اسمها ياسمين تخلي الحجر يلين. من الاسم مبين مصري، تمام. احلى تحية لاهالينا في مصر، لانه هيك شكلت ما بيمثلوهم، تمام. وهي ياسمين اللي بتخلي الحجر يلين طالعة ترند على كافة المنصات، ولدرجة بانه حتى العربية حكت عليها. انت تخيل بانه العربية، قناة العربية بتحكي عنك، تطلع ترند لحالك بدون ما حدا يساعدك. فهي الياسمين كانت محتواها بس رقص وفرفشة وأغاني، تمام، وترندات. إلا وإز تم شكوى عليها، وبيجوا بياخدوها إلى الحبس، ومن بعد الحبس النساء ياخدوها إلى حبس الرجال. فهيك الموضوع يعني، من حبس النساء إلى حبس الرجال. فخلوني أعرفكم على ياسمين اللي بتخلي الحجر يلين. هي ياسمين اللي بتخلي الحجر يلين، تمام. وخلونا نشوف العربية شو حكت عليها قبل ما يطلع ياسمين اللي بيخلي الحجر يلين. أما الاسم الأبرز من المعتقلين في الساعات الماضية فهو ياسمين. ياسمين اللي شعار حسابها هو ياسمين تخلي الحجر يلين. خليني أوريكم عينة من يعني تخيلوا حتى المذيعة وقت عم تحكي قرفانة. محتوى ياسمين أو اللي حنقدر نعرضه منه، يعني عشان بعدها أحتاج أتكلم معاكم عن مفاجأة أو مفاجعة. المحتوى كله يعني زاوية واحدة وأغاني ها هي ياسمين اللي حكيت لكم عنها، اوكي. فيعني محتوى مثل ما قلت لكم بانه بس فرفشه ورقص وهالكلام وميك اب، وبيجوا عليها داعمين وبيضحكوا، او هي بتضحك عليهم وبتشلحهم اسود وكلاب. بس يعني طيب ممكن نسأل ليش ياسمين هي أبرز اسم في الساعات الماضية؟ لأنها طلعت هو مو هي. أيوة عارفة أن الموضوع صدمة، هو الكل اتصدم على فكرة، بس يعني استني أعطيك رياكشن. ما هذا الشيء صاير عم يعدي كتير علينا، فيعني عادي يعني صار. بس أما هاي الحركة أو هذا الاستغراب راح يكون عند الناس اللي كانت بتكبس لها على الشاشة، تمام، وبتشير لها على الشاشة حتى الضوء عم يطفي، وتعمل لها متابعة وتدعمها شخصيا. هذا اللي صار. ياسمين اللي بتخلي الحجر يلين طلع ذكر مو أنثى، والسلطات وجهت لها أو له تهم النصب وانتحال صفة أنثى ونشر فيديوهات خادشة، وتم العثور معها أو معاه عاد يعني على أدوات جنسية. وبعد ما تم إيداعه في حبس الستات رجعوا عاد شالوه ونقلوه لحبس الرجال، وبدأت تظهر فيديوهات قديمة لناس على تيك توك بيحذروا بيقولوا ياسمين مو ست وما كان أحد مصدق. في كانت إشاعات من قبل عنها بأن هاي مش ست. يا شباب يا داعمين ابركوا عاقلين، لا تدعموها، تمام. بس لا، أنا أبو فلان وقت بتزت لها وردة كانت تعمل لك هيك، تمام، وكانت تعمل لها. فمن هالحركات اللي كانت بتشلحك كل فلوسك، عرفت كيف؟ فحنشوف ياسمين شو محتواها، وحنطالع كمان كم فيديو عنها. شكرا لك يا العربية. بس عن جد كانت المذيعة قرفانة من الموضوع. حرفيا انا بحساب ياسمين، تمام، اللي بتخلي الحجر يلين، فيديوهاتها كلها ترند. مليون ونص، مليونين، مليون ونص، مليونين. وهو عبارة عن رقص وفقش، عرفتوا كيف؟ فخلونا نشوف اول شي كاعتبارها ياسمين، بعدين بنشوف كاعتبارها كياسين. خلاص حطيت لك اسم ياسين، ياسمين وياسين، يمكن يطلع ياسين اصلا. طول عمري انا رقموها سبتلكوا باقي الارقام، ان جيت للحق يا كابتن كلها من عفوك بتنفسن. هي ياسمين، تخيل انت
تحكي مع ياسمين. ما انت قول السؤال تاني. حبيبتي انتي ما تخاف فهمني ولا قفلنا لقطة. ايوه هي حرفيا ياسمين، يعني ما فيها شيء بيشبه الياسين. تخيل انت بتشوف هيك منظر. شلون؟ انا رح احكي لكم بانه كيف ياسين وصل لياسمين. شاهد ساهر منذر كثير. حبيبي بابا زهق. كنتوا فاكرين انكم مش هتشوفوني تاني؟ انا صحيت بالعالم ده من بعدين. هلا هذا شو كان عم يركب؟ تخيل انك تشوف هيك مناظر عن جد ما راح تصدق بانه هذا ياسين. الله يصلحك يا ياسين. ما خليت شيء للنساء. لا 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 الجوات اللي مش هساب معايا. جرب يا عبد يا شباب اللي يكون في غلط بالاعدادات عنده، يعني مثل ساهر منذر، خلينا نحكي معلش نجيب سيرته هون كمان بفيديو. مثل ساهر منذر يمكن هو طلع وحكى بانه كان في خطأ بالاعدادات اللي عنده، يعني هو كان شخصيا مش رايد هذا الشيء، عرفتوا كيف؟ اما هذا بياخد دور بنت على التليفون، تمام، ووقت يطلع على الشارع بيطلع كزلمه. عن جد في كلام مش عم يطلع امام الكاميرا. شو الفرق بين هيفا والبحر؟ هاي أول مرة بنسمعها نحن. البحر كتير مالح، هيفا كتير حلو. الله يعطيك العافية، الله يعطيك العافية. يعني عن جد انك ياسمين اللي بتخلي الحجر يلين. شلون؟ المشكلة في له كتير مقاطع، بس حنشوف، بس حانزلكم شوي للصفحة، يعني بلكي يطلع شي مقطع انه كان بيشبه الشباب. يعني انت او هو او هي ما نزلتوا لتحت وطلعتوا بانه هذا يشبه الشاب او لا. حرفيا هي بهي الصورة هاي اللي طالع امامكم ما في شي بيشبه الشباب. انا هيك اللي شايفه. اكتب لي رأيك بالكومنت. وبهاي الصورة كمان ما في شي بيشبه الرجال ابدا. يعني انت عايش حرفيا مثل ما انا شفت فرجتكم، تمام، وما في شي بدل بانه هو ياسين. يعني مبين بالصور وبالمقاطع وبكل شي هو ياسمين، بس حنشوف مين المكموش ومين اللي هو كان ياسين. هل عن جد بيشبه ياسمين؟ احنا الرجاله والله العظيم جاتنا خيبه. بتصدقوا؟ عايز المشكله بجد بقى الاكبر ان ما ينفعش نثق في بنت بقى بعد كده في موضوع الشكل ده. انتوا شايفين محمود بقى ياسمين اللي تخلي الحجر يلين على حسب ما بيقول. كان في الحاج الضوي ليه فيديو كده بيقول لك تاخدها غادة عبد الرازق تغسل وشها تصحى الصبح تلاقي غادة مشت وقعد معاك عبد الرازق. فالاعلام المصري كمان ما قصر، الله يعطيه العافيه، تمام. مثل يعني بتنام مع ياسمين بتطلع عبد الكريم الصبح. فلهون اخواني بيكون انتهى الفيديو، اتمنى يكون نال اعجابكم. اهم شيء والنصيحه اللي حابب احكي لكم اياها، معلش حتى اذا تفضوا، تمام، بانه ديروا بالكم على اطفالكم، تمام، لا تعطيهم الاجهزه كتير، تمام، وطلعوا حواليهم مين اللي عم يمشي معاهم او مين اللي ما عم يمشي معاهم، عن جد. لانه نحن حاليا بعام 2025، تمام، عدا بانه نحن في عام 2025 العام ما له دخل، تمام، بس المجتمع اللي حوالي البني ادم، تمام، بدك تراقبه شو هو. لا تحط لي راسك بالتلفون كأب، ولا تحط لي راسك بالتلفون كأم، ولا تحط لي راسك بالتلفون انت كأخت او كأخ، تمام. تابعوا اخواتكم الصغار، بس الاهم بانه الاب والام يتابعوا اطفالهم الصغار، تمام، من شان ما يتعرضوا لهيك مواقف. وان شاء الله تكون رسالتي، تمام، واضحة لكم، وان شاء الله تكونوا فهمتوا عليها. ولهون بيكون انتهى الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا من اليوم راح احظر كل البنات اللي عندي.